كل مكان في هذه السهرة الكروية الرائعة والمنتظرة. الطقس جميل اليوم والسماء صافية، الحضور قوي في المدرجات، الجماهير لا تهدأ هنا، المنظر جميل جدا حقيقة، وكل شيء جاهز لانطلاقة هذه القمة. الله على هذه الأجواء الرائعة جدا في ملعب روما، واحد من الملاعب الفريدة من نوعها في كرة القدم الأوروبية. الأولمبيكو ستاديوم رمز والآن مع انطلاقة المباراة تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. شومردوف يمر ويلعب كرة بينية. عمر خربين يعيدها إلى الحارس. كرة طولية من الحارس. لمسة ولا أجمل. داود، عمر السومة، محاولة من جهة اليسار، أمام فرصة للتسجيل. خسر المواجهة أمام خصمه، يحاول تمريرها من بين المدافعين. شومردوف يلعبها طويلة على الطرف، يلعبها عرضية، يتخلص من الكرة بعيدا. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. تمريرة كارثية يا جماعة. كثير من التمريرات لكن بدون فاعلية تذكر، سيطرة يمكن اعتبارها سلبية. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. داود، عمر السومة، الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. يحاول أن يلعب كرة بينية. عمر السومة موجود لإبعاد الكرة. خلص الكرة ونجح في إبعادها.
لمسة بينية، عمر السومة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. سوريا سيطرة كاملة على الشوط الأول لكن بدون فاعلية حقيقية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات. يبحث عن زميله شومردوف، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية، ويستمر في انطلاقته في محاولته. تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طويلة للأمام، تمريرة جميلة والتسديد. تذهب الكرة إلى خارج المرمى. قرر أن يجرب حظه على المرمى في هذه التسديدة لكنه لم يكن موفقا بالتأكيد. راحت الكرة عالية وبعيدة عن المرمى. داود تلعب للأمام، يحاول يسدد، تمريرة بينية، هل ينجح في المرور؟ تسديدة، كرة طولية إلى الأمام، يلعبها طويلة، يلعب كرة بينية، مرت الكرة ويعود بالكرة إلى الوراء، وأجمل بينية، يسيطر على الكرة، يبعد الكرة، يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع إجراء تغيير. داود يخلص الكرة عن مناطق الخطر. تغييرات عديدة الآن. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. قد تكون عمر السومة، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. عمر السومة، هي ركلات الترجيح. إذن لم ينجح أي من الفريقين بالتفوق على الآخر قبل صافرة النهاية، رغم أنها 0-0. أظن أننا استمتعنا بهذه المباراة، أداء كان عالي من الطرفين. مع انتهاء تسديدة قوية وجميلة،
تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدا لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. يتصدى حارس المرمى للركلة. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. الله على هذا التصدي هنا، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل الزملاء يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. يا سلام على براءة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. الدور الآن على ثالث اللاعبين. تصدي غير عادي، حارس كألف. التوتر أثر عليه، وفي الأخير الكرة عند الحارس. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. رابع لاعب ينفذ الركلة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. نجح في حسم اللقاء لصالحه في النهاية بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة على